سلام البنات، ان شاء الله راكم ملاح. اليوم جيت نشارك معكم طلبيه تاع اموندينو. جبتها لكم بمقادير مضبوطه باش تخرج لكم 40 حبه سوا مع سعر البيع. تبعوا الوصفه للاخير ان شاء الله تنال اعجابكم. على بالي كاين بزاف اللي داروها، مي حبيت نعطيها لكم مقادير مضبوطه تاع 40 حبه وكذلك السعر. دونك نروح نشوفوا الوصفه مع بعض. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي التعليقات الجميله ديالكم باش تشجعوني ونحط لكم مواصفات اكثر واكثر. الوغ راح نحتاجوا شوكولاته الطليله، بطاطا ختيني تاع المرجان، ذوق البندق. راح نعمرها كامل هكا في ليمول. البنات اللي ما عندهاش هذا المول تقدر تستعمل اي مول هكا يجي مدور صغير، ولا حتى فوق البابي كويسون. نخرجوا بلا بوش ونديروهم في المجمد يتجمدوا، لانه من بعد راح نحشو بيهم. من بعد نحن نحضروا لاباط سابلي. انا دايما نستعمل هاد لاباط سابلي في الطلبيه ديالي، تجي ما شاء الله كميه كبيره وتجي بزاف بنينه نحبها. عندي 250 غرام من مارغرين، لافاني، 2 بيضات كاملتين، عفوا 2 حبات بيض كاملين، مع نص كاس زيت، كاس سكر ناعم، وديروا كاس تاع نشا باش تجيكم هكا هشيشه وفي نفس الوقت تقرمش. ومن بعد نخلطوا جميع المكونات ونبداو نجمعوها في بالفارينه. فوالا البنات، هذه الكميه كامله راح ندير نصف نطبع من تحت، يعني يكون هو القاعده تاع الكاطو ديالنا، والنصف الثاني راح نطيبه باش نرحيه في بلاصه الكرامبل. دونك البنات قلت لكم نصف هاك نديروه. الوغ نروح نطبع هكا بالمول عادي تاع الدوائر. شوفوا هنا البنات دائما ما ديروش الفارينه كي تكونوا تحلوا فيها، لانه راح تنشف لكم. استعملوا هكا هذا الساشي، افتحوه مليح ومن بعد ديروا في النصف لاباط ديالكم وقعدوا تحلوا فيها بالحله العادي. نطبعوا دوائر 40 حبه قلت لكم، واللي تفضل بعد ما تفضل لنا هذيك العجينه كامله نروح كامل انايا شغل نسكرفجها ولا نفتتها غير بيدي وندخلها طيب في سنيوه كامله، يعني من تحت وبعد نحمرها من الفوق. فهمتوني البنات؟ وتقدروا البنات حبيتوا ديروا الكرامبل ولا تحبوا ديروا في بلاصتها ديروا البيمو مرحي، يعني باش يجينا شويه ناقص شويه تكاليف، وفي نفس الوقت انا يجيني بزاف بنين، لان نشوف راح ندير بخاليني معمر باللوز، دونك ما نحتاجش الكرامبل، صابلي فقط يكفينا. هنايا البنات باش نديروا 40 حبه تاع اموندينو راح نحتاج 500 غرام من شوكولا بيضاء دادا. استعملت درتها في ميكرووند ولا على حمام مائي كيما تحبوا. وراح نحتاجوا 400 غرام من البخاليني تاع البخاليني هذا يتباع واجد. درت علبه تاع 200 غرام باللوز فقط، وعلبه تاع بخاليني اللوز وبندق. البنات تجي قمه، يعني نتوما الا درتوا قيس 500 ديروا علبه فيها اللوز كامله تاع البخاليني، وعلبه واحده اخرى لوز وبندق. اذا درتوا تاع 500 غرام فقط، ماشي تاع كيلو، ماشي قيس كيلو تاع شوكولا، ديروا غير قيس 500 غرام شوكولا، ديروا علبه واحده تاع البخاليني طبعا، ديروا تاع اللوز والبندق تجي بزاف بنينه. هنا البنات قعدت نخلط، عاودوا الا شفتوها عاودت يعني ما دابش مليح هذاك البخاليني، تقدروا البنات تعاودوا ديروها فوق حمام مائي ولا في الميكرووند. نخلطوا كامل ومن بعد كذلك راح نزيدوا نضيفوا لها 400 غرام من هذاك الصابلي اللي قلت لكم طيبته وحمرته ورحيته، خلوه طبعا يبرد. تقدروا ديروا البيمو 400 غرام بيمو. نخلطوا جميع المكونات ونجيبوا المول ديالنا. هنا شوفوا المول ديالي ماشي موسخ ولا، هنا البنات طيبت فيه، سي بوغ سا راح يعطاني هاد كيما راكم تشوفوا. دونك نبداو نعمروا هكا بشويه، ومن بعد نجيبوا هذاك كريمه الطلي اللي خدمناها مع الاول جمدناها. شوفوا راح نديروها في الوسط ونزيدوا نعمروا نكملوا حتى للفوق كامل ونعمروا كامل. قلت لكم راح كيلو تاع الشوكولا، يعني علبتين تاع 500 غرام تاع شوكولا دادا هذيك البيضاء، راح ندير لكم 40 حبه مع 2 علب تاع بخاليني. كل علبه راح توزن 200 غرام، دونك 2 علب يجونا 400 غرام، و 400 غرام من بيمو ولا كرامبل ولا كيما تحبوا صابلي كيما درت هنايا. دونك راح تخرج لكم 40 حبه سوا. بعدها البنات درتهم في المجمد واحد 5 دقائق فقط. هو جبتهم عادي، جبتهم لصقت الحبه تاعي في الصابلي. شوفوا هذه شويه الحبه اللي وريتها لكم شويه بيضاء، دونك نتوما شويه حمروها. راح نلصقها، ديروها طيب في الطابي البنات، فوق الطابي ضروري طيب فوق الطابي باش تعطينا هذاك الخطوط وتجي بزاف شابه كما وريت لكم. ومن بعد البنات هنا راح ندير ساير داير كامل على هذيك الفتحه اللي تجي في الوسط.
راح ندير كامل ساير داير بالورق الذهبي. راح تحتاجوا في 40 حبه راح تحتاجوا زوج ورقات تاع الورق الذهبي، زوج ورقات سوا. فوالا كملت دارت ساير داير كيما راكم تشوفوا. هذه هي المرحله اللي نكرهها كي نقعد ندير ساير داير عليها بالورق الذهبي يلصق في يدي وانا ما نعرفش نخدم بهذاك اللقط، ما نقدرش، دونك لازم نخدم بيدي. فوالا البنات راح تحتاجوا زوج ورقات من الورق الذهبي، ومن بعد نجيبوا هنا عندي اللوز بالقشور محمص وكل حبه قسمتها على 2، وذوبت شويه ملعقتين عسل مع 3 ملاعق تاع الجلوكوز، ذوبتهم شويه ودرت هذاك اللوز تاعي بالقشور. قلت لكم كل حبه قسمتها على 2. راح تحتاجوا 180 غرام تاع اللوز بالقشور مقسومه كل حبه على 2، محمص طبعا وبارد. نديروا لهم جلوكوز ولا عسل كيما قلت لكم، نبداو نشبحوا فيهم هكا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم راح تحتاجوا 180، انا عطيت لكم مقادير جد مضبوطه. ومن بعد البنات نروحوا كذلك، انا طلبت مني زبونه انه ندير هذا الخاتم بهذا الموتيف. راح نحي هذيك الفوقانيه ونزيدوا نحو هذيك اللي تجي من تحت ونشبحوها ونديروهم البنات في ليكيسات في النابخون. بعد ليكيسات السعر تاعو البنات الا درتو بالبيمو ولا بالصابلي كيما انايا درت راح يجيكم بين 19 حتى ل 20,000. تحسبوه ما تحسبوش اقل من 19,000. اللي حبت زعما تساعد ولا تحسبوا هكا يعني زيد تنقص تحسبوا 18,000، ما تحسبوش تحت 18,000. وكذلك البنات الا درتو كيما انا تحسبوا ما قلنا من 18 حتى ل 20، ما تفوتوش 20,000. وتاني الا درتو طبعا كيما انايا بالعلبه بكلش تحسبوا بالخاتم هذا بكلش. اذا ما درتولوش الخاتم راح تنقصوا طبعا الفرق تاع الخاتم. واذا درتوه بالكرامبل تحسبوه فوق 20,000، يعني يلحق حتى 25,000 نورمالمون هكا يحسبوه. مي انا حسبته هكا لانه ما درتش كرامبل، درت البيمو ولا الصابلي كيما تحبوا، دونك حسبته 19 حتى ل 20,000 بهذاك الخاتم.